السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبادات ومعاملات. استوقفني كلمة بتتكرر كتير، وهي والله هو مش بيصلي بس بيتعامل بذوق مع الناس، او هي ملهاش في الدين بس طيبة وقلبها ابيض، وربك رب قلوب. فلان مش بيصلي بس احسن من 100 واحد بيصلوا. وهنا كان لازم اتكلم بصراحة. ربنا شرع لنا الدين، وديننا بيرتكز على عمودين: العبادات والمعاملات. الدين عامل زي البيت اللي بالعمدان، لو اي عمود حصل له حاجة ممكن البيت ينهار. وهكذا دينك، لو اي عمود من عمودين الدين عندك حصل فيه خلل ممكن دينك كله يتأثر. يعني لو انت عباداتك تمام ومعاملاتك مع البشر سيئة، يبقى كده في نقص في دينك. ولو انت شخص لطيف وكيوت وذوق وتعاملاتك مع الناس احسن حاجة، ومش بتصلي او بتعمل ذنب، فانت في خطر. وعمر ما ذوقك ده يشفع لك ويعوض النقص الكبير قوي في دينك، او انك على ذنب عظيم. وهنا يجب أن أوضح الفرق بين العبادات والمعاملات. العبادات هي السلوكيات الخالصة بين العبد وربه، كالصيام والصلاة والحج والزكاة. أما المعاملات فهي الأمانة والصدق وحسن الخلق والعدل والإحسان والعفو والرحمة والنصح. وعشان دينك يكتمل ويبقى صحيح لازم تقتنع وتبدأ تشتغل إن عباداتك ومعاملاتك هما الاتنين مهمين. ما ينفعش تقدم عمود على التاني، ولا تهتم بعمود وتغفل الآخر. النموذج الصحيح للمسلم هو الشخص الذوق الودود اللي بيصلي ويصوم. وهكذا بالنسبة للمسلمة، هي من تلتزم بحجابها الشرعي في نفس الوقت ذوق وشيك وقلبها أبيض. وبس كده، مع